عدي الدباغ وادم كايد ومحمد اسماعيل نجوم نادي الزمالك في الفتره الاخيره. عدي الدباغ مهاجم تقيل جدا ومهاجم عارفين امكانياته وقدراته، بس طول الفتره اللي فاتت ما كانش عنده ثقه في نفسه، ما كانش بيسجل اهداف مع نادي الزمالك، ما كانش عارف يمسك في الفرصه. بس عدي الدباغ بقاله 3 ماتشات هو نجم نادي الزمالك ويستاهل ان هو يبقى المهاجم الاساسي لنادي الزمالك، عن طريق تسجيل اهداف، عن طريق صناعه فرص، عن طريق ان هو عنده مجهود كبير وتحس ان هو بيلعب بروحه وبحماس مع نادي الزمالك، عكس الفتره اللي فاتت كلها. ادم كايد لعيب كورته حلوه ولعيب ممتع، بس طول ما هو كان بيلعب على الطرف ما بتقدرش ان انت تاخد حتى 30% من مستواه. لما بيدخل لقلب الملعب وبيلعب في مركزه الاساسي اللي هو مركز 10، بتبتدي ان انت تشوف كورته الحلوه وبيبتدي ان هو يصنع فرص ويبتدي ان هو يروح على الجون اكتر. فادم كايد لعيب كبير ولعيب اضافه لنادي الزمالك هو وعضي الدباغ. نيجي بقى لنجم الزمالك الاول محمد اسماعيل. محمد اسماعيل لعيب كبير ولعيب اضافه كبيره لنادي الزمالك، ويمكن دي اهم صفقه نادي الزمالك عملها الصيف اللي فات، واحلى صفقة عملها جون ادوارد يخدم بيها نادي الزمالك. لعيب كبير ولعيب راجل ولعيب كورته جميلة ولعيب عنده كواليتي مش موجود عند حد. لعيب كبير ولعيب راجل، ولما بتحتاجه في اي مكان بتلاقيه. بتحتاجه مدافع بتلاقيه، بتحتاجه في نص الملعب بتلاقيه، بتحتاجه ناحية اليمين بتلاقيه. فلعيب كبير ولعيب راجل ولعيب كورته جميلة جدا ولعيب قلبه جامد، ولعيب ابتدى جمهور الزمالك يتعلق بيه، لان نوعية الرجولة بتاعت محمد اسماعيل دي هي اللي جمهور نادي الزمالك دايما بيميل ليها وبيحبها. فمحمد اسماعيل اضافة كبيرة، ويحسب لجون ادوارد صفقة محمد اسماعيل